نظام المايكروسوفت ويندوز بيعاني من وجود عدد من التطبيقات المثبتة مسبقا التي يراها كثيرا من المستخدمين غير ضرورية وبتستهلك موارد الجهاز دون فائدة، سواء الشحن سواء الكهرباء. لذلك خبراء التقنية بيروا أن بعض هذه التطبيقات بتعمل في الخلفية بشكل دائم، مما يؤثر على سرعة الجهاز واستهلاك الذاكرة الميموري والمعالج. هذه القائمة بتشمل تطبيقات زي الألعاب الافتراضية وخدمات الأخبار والطقس وبعض الأدوات الإنتاجية والترفيهية. هذه الأشياء كما أشار الخبراء بعض هذه التطبيقات الحديثة بتعتمد على تقنيات الويب، مما يجعلها أكثر استهلاكا للموارد الخاصة بالجهاز ومساحة الجهاز وشحن الجهاز مقارنة بالبرامج التقليدية. هذه القائمة بتضم أيضا تطبيقات مخصصة للأطفال وتحرير الفيديو والخرائط وتسجيل الصوت، والتي قد لا يحتاجها كثير من المستخدمين واللي هم معاهم تليفونات محمول. لذلك يرى المختصون أن إزالة هذه التطبيقات يمكن أن تحسن أداء جهاز الموبايل، خاصة القديمة أو متوسطة الإمكانيات. وفي المقابل ينصح البعض بالإبقاء على هذه التطبيقات الأساسية المتعلقة بأمن النظام ووظائفه الرئيسية. وعشان كده بعض الخبراء بيؤكدوا أن تقييم الحاجة لكل تطبيق بيختلف حسب طبيعة استخدام كل شخص لجهازه. وبشكل عام فإن تقليل البرامج غير المستخدمة بيساعد على تحسين سرعة الجهاز واستقرار نظام التشغيل، هذا والحفاظ طبعا على البطارية لأكثر ساعات ممكنة. هذا ما أردنا أن نقوله، شكرا لكم وإلى اللقاء.